الكراكي يضم إبراهيم دياز لتشكيلة المغرب أمام أنغولا وموريتانيا. انضم إبراهيم دياز جناح ريال مدريد لتشكيلة منتخب المغرب لكرة القدم التي تستعد لمواجهة أنغولا وموريتانيا وديا خلال الشهر الحالي. واختار لاعب ريال مدريد 24 عاما اللعب لمنتخب المغرب بعدما خاض مباراة ودية مع إسبانيا عام 2021. وقرر الاتحاد الدولي للعبة فيفا تغيير الجنسية الرياضية لدياز. وسبق الدياز لاعب مانشستر سيتي وميلان ارتداء قميص إسبانيا في المراحل المختلفة لمنتخبات الناشئين. ويلعب المغرب الذي أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022 أمام أنغولا يوم 22 مارس آذار الجاري قبل 4 أيام من اللعب أمام موريتانيا. وضم المدرب وليد الكراكي العناصر الرئيسية للمنتخب مثل الحارس ياسين بونو والمدافع أشرف حكيمي والمهاجم حكيم زياش. وشهدت القائمة وجود سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي الذي قاد فريقه لبلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا. وجاءت تشكيلة منتخب المغرب على النحو التالي: حراس المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي بن عبيد. مدافعون نايف أكرد وعبد الكبير أبقار وأشرف داري وشادي رياض وأشرف حكيمي ومحمد الشيبي ويحيى عطية الله ويوسف الخديم. لاعب الوسط سفيان أمراض وأسامة العزوزي وبلال الخنوس وأمير ريتشاردسون وعز الدين أوناحي. مهاجمون إبراهيم دياز وإلياس أخوماش وأيوب الكعبي ويوسف النصيري وسفيان رحيمي وأمين عدلي وإلياس بن صغير. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.